السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ زي ما انتم شايفين كده معانا بسارية. هنعمل فيها ايه بعد ما البسارية؟ اتغدينا قلنا اه، ننزل نخلل معاكم البسارية. احنا كنا لسه متغدين سمك مشوي وبسارية. مش عارفين انهي فيديو هينزل قبل مين يعني. اللي هينزل. مستعد جابت بسارية النهارده. هي من زمان عايزة تجيب بسارية عشان تخللها، ما صدقت لقيتها في السوق. جميلة. جابتها وغسلتها وحطها في مصفى كده من الصبح عشان تتصفى من المية خالص وتنشف. حتى انا جبت منديل مطبخ وقعدت برضو نشفت فيها شوية. ده كيلو بسارية. هنبدأ بقى نحط ايه معانا طبق فاضي وناشف، يكون ناشف خالص ما فيهوش نقطة مية. هنحط فيه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. مامي دودو بتنادي. ندى علينا. حاضر. 5 6 7 8 معالق ملح على الكيلو البسارية. 8 معالق ملح. وهنحط عليها شوية شطة بقى زي ما انت عايزة، يعني الشطة ايه اختياري، يعني زي ما انت عايزة، احنا بنحبها حامية خالص. الزيت بقى يا مدود. نحط كمان شوية شطة عشان خاطر الحبايب يعني. الزيت الزيت الزيت. هي طريقتها سهلة خالص خالص خالص. عايزين نعمل فسيخ. انا هعمل فسيخ. نحط 3 معالق زيت ونلف ده كله كده في بعضه. نحط كمان شوية زيت. طريقتها سهلة خالص، ما بتاخدش 4 أيام بالظبط. 4 أيام بالظبط. عاملاها جميلة. تفتحي عليها وتاكلي منها. واو تبقى جميلة. مستوية وجميلة. ده ملح وشطة وزيت. ونخلي ده امتى؟ هنحطه برضو، ما هنحط معلقة كده. وهنحط معلقة خل. الخل ده مادة حافظة يعني. معلقتين عشان ده كيلو. احنا على طول بنعمل نص نص نص. احنا اه لا ما عملناش نصوص والله. لا، ده ممكن النص ده لما بيبقى فيه مننا شويه بنكون بنرميه. بنبقى مثلا قليين شوية والباقي بنروح مخللين. هننزل بقى بالبسارية الدب ده. معلش. هننزل بالبسارية على الملح. نفسي شفت والزيت. السردين ده. اه هاتي يا ام فريده الطباق دي. اتفضلي. هاتي حضرتك. خليكي شيف محترفه كده ونضيف. ايوه كل حاجة ايوه. ايوه لف كده يا وليه. يا اختي الرنجة لقيت وقع. كده خلاص قلبنا الملح في البسارية كلها اهي. نجيب من تحت كده لفوق. مش عايزه شويه شطه ولا كده حلو؟ نحط لها شوية شطة. انا مش عايزة احط كتير والله عشان ما تبقاش حامية، بس يلا ما علينا. هي شطه كلحه اصلا مش حاميه. مش حامية. مش الحمو اللي هو يعني. بس كده خلينا البسارية خلاص. استنوا بقى لما نفتح لكم عليها. واحنا بنقتحمها. ما بتاخدش وقت خالص والله، هو 4 ايام ونفتح عليها ان شاء الله. البرطمان برضو لازم يكون ناشف خالص برضو عشان المية. احنا معقمينه غسلينه بميه بصابون وميه دافيه. عشان يبقى متعقم ونضيف. لازم يكون ناشف عشان لو في نقطة مية هيعمل عفونة. عايزه كيس انت طبعا. هنقفل عليها الكيس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعبي بقى كده. والله الشتا ده كله خير، كله اكل جميل، اكله جميل. حاجاته جميله. التونه والبسارية والشطه من الشهر. تونه وبسارية وباغه والخضار بقى ايه. تونه جميله. كل حاجه 50 جنيه تحفه. ان شاء الله يا ولاد هتبقى حلوه. لا انا عايزه اعمل فسيخ. نعم تيجي نعمل فسيخ. يلا اهو في سردين اهو. ما انا قايله له حط لي سردينتين عشان هملحها. قال لي من عينيا يا ام السيد. وانت زبونته بقى السيد. ايوه. لو المهم انا خدت منه الاولانيه ب25 وجيت تاني دي ب20 ورجع جابت منه تاني اديها لها ب20. ما اتكلمتش، ما رضيتش اقول له انت حاسب لي التانيه ب5، خدت ديت ومشيت. يعني مره ب20 ومره ب25. بيبيع بذمتين. كل البايعين كده. كل البايعين كده والله. عايزه علبه تانيه دول ولا ايه؟ لا استنى بس ان شاء الله مش هيعوزوا. البسارية دي السردين ده لنا انا وانت يا ام فريده. ان شاء الله. هما لا. حط
ايوه فنان يا فنان. ايوه احنا بناكلها كده بعبالها، بنشيل الراس وناكل. انا اعرف ناس بتنضفها من الشوك اللي جواه. جوزي وجوزي ما بيفهموش في اتيكيت الاكل. ايوه احنا لازم نعرفهم الاتيكيت ده صح. احنا بناكلها كده انا ومدوده. يا دوب هو الراس تتشد كده. ايه احنا هنفتح عليها على يوم الجمعه كده. ان شاء الله. صح، النهارده الحد. النهارده الحد. 4 ايام 5 ايام بالكتير خالص. بس هي الشطه مش مخليه الميه بتاعتها حمراء. لا الشطه ضعيف، لونها ضعيف. ايه احنا عايزين كلهم باقي وحدتين يعني. نديها بطرمان تاني. برطمان صغير. عندك برطمان صغير؟ هنجيب. افضي من ده شويه. هنجيب بطرمان صغير ونرجع. كده خلاص قسمناهم اهو، حطيناهم في البرطمان ده واتبقى شويه حطيناهم في البرطمان ده. هنحط بقى على وشها معلقه زيت عشان الهواء برضو ما يخشلهاش. وهنا برضو ام فريده بقى بتغمس الزيت ده بالشطه كده. والله بتبقى تحفه. بتغمسهم كده ايه. وشها كله بقى زيت اهو. تحس علبه تونه. ودي برضو ان شاء الله هتبقى جميله. معانا بقى كيسه هنفتحها بقى عشان احنا كنا فاكرين نعمل في برطمان واحد. هنقفل بقى عليه كده عشان ما يخشلوش هوا خالص. وكده تمام. خلينا البسارية ما تاخدش 5 دقايق بالظبط. كده البسارية اتخللت جميلة والله. ولما نفتحها برضه هنوريها لكم ان شاء الله. كده خلصنا فيديونا الحمد لله. اهو الشوايه الصغيرين دول شايفين الزيت على الوش. الزيت ده برضه ماده حافظه بيحفظها من العفن وما تعملش طبقه بيضه على الوش. ماما. نعم. جميله يا قلبي. ماشي. لو وصلت البسارية يا جماعه بتقعد 5 ايام 4 ايام بالكتير، ما تقعدش 14 يوم، اصلها مش فسيخ. لا لو قعدت اكتر من كده بتبوظ على فكره. بتبوظ وبتبقى ريحتها وحشه خالص. تبقى معفنه وريحتها وحشه قوي قوي قوي. مامي ذات قعدك على البوتاجاز. انا وصلت بقى. لكن احنا كده بنفتحها بعد 4 ايام. هم 4 ايام والله. ولو قعدت بقى اسبوع في الثلاجه مش بيحصل لها حاجه. بعد ما تفتحها بقى حطها في الثلاجه عشان مش تبوظ. بتبقى جميله. وادي برطمان البسارية. ودي الحته دي السردين اللي فيه. قميل. في ناس بقى بتحطها في كيسه جوه كيسه جوه كيسه. ليه؟ مش عارفه. انا مش عارفه كانها فسيخ بالظبط. ده هي حته بسارية قد كده. ما بتاخدش وقت خالص. مش مستاهله تقعد الوقت. والله في ناس بتحطها في اكياس كتير قوي وتروح حطها في برطمان وتروح قافله عليه بكيسه كانها دفناها بالظبط. جربوا طريقه ام فريده ده هتعجبكم. طريقه سهله خالص سهله خالص وبسيطه. ولما نفتحها برضه هنوريها لكم ان شاء الله ونقول لكم عامله ايه. وهنقفله معاكم. ماشي. يعني ما نقفلش دلوقتي؟ لا. طب خلاص ماشي. هنقفله معاكم برضه لما نفتح عليه. نيجي ناكل هنقول لكم بسلة. انتظرونا 4 ايام. ورجعنا لكم في الفيديو، بقيت فيديو البسارية يا حبايب قلبي. وعدى 4 ايام الحمد 4 من يوم الحد ليوم الجمعه. اهي اللي دودو عاملاها. بصوا والله جميله. احنا كنا نص البطرمان الصغير ام فريده. الراجل بيقول له هي دي البسارية اللي انتم مخللينها. الكيسه دي شلناها اهي. بصوا جميله والله جميله يا ناس ام الشاي. بسم الله. المعلقه ناشفه اهم حاجه عشان مش تعفن. بسم الله. هي دايبه دايبه. بس اهي. واو يا اختي جميله يا اختي. هي الشطه كانت عايزه تبقى حمرا بقى شويه. الشطه بقى لو حمرا هتخلي الزيت ده كله احمر وهي البسارية هتبقى حمرا. تعالى انا هعمل لابو السيد عايز بسارية لاصدقائه. كفايه كده حضرتك. انا عايزه سمكه صغيره. ده حادقه مش. والله ما حد ولا مش ده احنا اللي ايه. ده انا بقولها انا عشان ما تاكلوش. هي مش بتاكل اصلا الكلام ده فريده، ولا لها في الفسيخ ولا الرنجه ولا الحاجات ديت اصلا.
فين اللقمه يا ام فريد؟ فين اللي هاتي يا سيد كيس العيش اللي عندك ده، اللي على الغساله ده. عشان ادوق اختي. افطرها لسه ما فطرتش يا جماعه. لسه. نعمل لها حته لقمه كده حلوه تمرى العين. بسم الله بسم الله، الله اكبر. جوزي بيقول لي ايه البزاريه الصغيره دي؟ قلت له هي صغيره موجودة. بس هي حلوه. بس جميله. بنسحب الراس دي كده قشري هنا ونعمل دي كده. بصوا مش قادره نفسي نفسي اجيبك ليهم. جيبي لو شاطره اعمليها. نفسي اجيبك ليهم. ايه رايك يا ام السيد؟ لا من غير ما اقول رايي. هو لسه بيتعمل على البوتاجاز. لسه مش، لا دي مش بتتعمل على البوتاجاز. دي امك بتعملها لنا مخلله كده بتدمر حياتنا. نفسي والله في الست ام مشاهد اختها تيجي. اه كلناها مره، كانت البت ام دودو برضو كانت عاملاها خطيره. اعمل لك لقمه ندوق امك بس الاول. عايز. لا ده حق السيد. حطينا أنا على بس عايز. المفرده حته سندوتش كده يدمر حياتنا. خدي خد يا ام فريده، تحيه مني ليك. خدي اعمل لك حته يا سيد. خدي صغيرة. حاضر. انا جوزي بقى الله على الجمال. عليه طريقه مستفزه قوي، هو واخوه عطيه بس عايز. بيعملوها كده وبيشيلوا لك دي كده. يشيلوا، هي فيها سلسله اصلا عشان يشيلوها. بصوا ببقى متغاظه قوي، بس السيد انا اللي هعملها له كده. السيد عشان زي ابوه انف اهي حته صغيره للسيد. جميله وربنا جميله. حته السردينه. بصوا بقى ام فريده بتحب الصوص ده موت. تغمسي بيه كده ايه. بصوا بقى الحته السردينيه ديت، السردينيه الخطيره دي. عايزين نجيبها وهنخللها. خطيره يا بنت يا ام فريده. البت ديت يعني لسه ما فطرتش. اه والله احنا دلوقتي الساعه 4 على فكره. صعبانه عليا. بصي عامل زي الفسيخ. والله والله جميل. مفيهوش بطن ولا اي حاجه، والله والله ما في بطن. طلعها اهي الراس اهي، مفيهاش الا الحته الصغننه ده اهي. نضيف. قشطه. تسلمي ايدك يا بنتي يا ام دودو يا عسل. بألف هنا تسلمي وشفا. ايدك يا غاليه. خدي يا قلبي عيش. اكل دي يا عيش. ام فريده. ام فريده ملاش في كده البصل يا ماما. كل نوع عيش. ولا في التوم ولا البصل. عدو. حتة عيش حاف. ادوله يا فريده حته عيش حافظ. انا بفطر ام فريده الاول. نفسي اقول لكم تعالوا. يا حته السردين دي جامده. ماما ايه رايك؟ اه هي قلبي. سكر. هذا. عايزين نجيب سردين بقى ونخليه. هاتي ايه هاتي عايزه؟ منديل. حاضر هتلاقي سيد منديل من جوه. ايه رايك يا بنت ام دودو يا عسل؟ جميل في والله. المخلل ما تتوصاش. جميل والله. المخللات دي بالذات نمبر 1 ام فريده. الصراحه نمبر 1 بحب منها الحاجات ده قوي. الاكل كل واحده فينا شاطره في بيتها ومعدله. اه طبعا. بصوا اللي بيحب الحاجه دي يجنن. معلش. بصوا كمان يا لهوي يا بارحات ما نعم. عادش فيه اعصاب. انا بفطر ام فريده. خلاص بقى خلاص عشان لما الراجل يجي ناكل معاه. استنى ناخد لي بقى لقمه بقى. اعملي لنفسك. ماما احنا عايزين نطلع فوق السطح. امك الجو مغيم اصلا يا الجو النهارده ولاد مش حلو. من امبارح. والسعوديه متبهدله. اه يا عيني. متبهدله يا عيني. دمار دمار دمار. بصي يا ام فريده خدي. لا كلي انت بقى كلي. لا انا لا والله بحب هتاكلي. الصوص ده. انا مش ليا في الصوص ده عشان حامي. نجيب حته لقمه يا بيه فريده يا بنتي. معلش معلش خليها على انت الكبيره. خدي غيره خدي غيره. خدي غيره. يا لهوي سيبي الماما سيب كده. فريده عشان اللقمه اتزفرت. انا دي نضيفه دي استني بقى نضيفه. يا بيه فريده كده. بصي بصي جبتها. بصي الشطه. بصي الشطه. جبتها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. جميله والله جميله تحفه. ام فريده انت كده كلتي. الراجل هتستنيه فين؟ اه والله. بصوا ام فريده بقى انا هظبطها. خلاص بقى خلاص اعملي ما بقى لما لنفسك يجوا انت بقى. كلي. لا لا كفايه بقى. انا قعدت كلتها مع الراجل الصبح وهو عشان لقمته سريعه مش عرفت تاكل. مش بعرف اكل. قلت انا ما بشبعش بقى الا مع اختي. اختي حبيبتي. بصي يا بيها تعالوا معانا جربوا الطريقه دي وهتعجبكم. طريقه سهله خالص خالص خالص. فريده بتعشق الصوص ده موت موت. لو احمر بقى هتلاقوا احمر ودم.
يلا بقى يا حبايب قلبي، مش عايزين نطول عليكم. لأن اكلنا معاهم. احنا قعدنا كنا معاكم، قعدنا غصنا فيكم. دلوقتي بتدعوا علينا. اي والله. اه ولعه. جامده. بطرمان جامد. ابويا لو شافه مش هيفترسوا. هيحلني، مش هيحلنا. شيله بقى في التلاجة، الباقي هنشيله في التلاجة، مش بنسيبه بره. وبتبقى قاعده معاك وجميله وحلوه وعايشه. بصوا جمالها، جمالها جمالها، يعني جمال ما يتوصفش. سمر مش قادره تسيبها. والله يا رحاب حرام، مش قادره، مش قادره تسيبها. مش قادره، مش قادره اسيبها. سردمتي ولا فسيخ ولا انا عايزه اعمل فسيخ. والله انا عايزه، بصوا انا عايزه كل حاجه. مش قادره. يلا يا جماعه بقى خلاص كفايه كده، انت باي. عشمتيهم. ما ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. مع مين؟ يومياتي انا وسلفتي ودودو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.